اللهم يا ربنا رضنا بما قضيت وعافنا فيما أبقيت حتى نقنع بما أعطيت، فلا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. يا صباح الفل عليكم، وحشتوني جدا 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 من اخر فيديو كنا فيه مع بعض. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يوم جديد وفيديو جديد. النهارده بقى اخيرا هنفرش الريسبشن مع بعض. طبعا المره اللي فاتت زي ما انتم شايفين كده غسلنا الكساوي بتاعه الانتريه وبوريها لكم اهي، وغسلنا الستاير التقيله والخفيفه، وغسلنا كمان السجاد اللي احنا هنفرشه. غسلنا كل حاجة، كل حاجة اتغسلت زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بقى، دي السجادة الصغيرة اللي انا هفرشها ان شاء الله. بوريكم بقى شكلها. بصوا بتبرق. بصوا شكلها بقى، اللون بتاعها اللي هو البيج ده فتح خالص بقى، شكله جميل جميل. بقت بصوا بتشف وترف كده، بقت حلوة جدا. طبعا انا كنت متأخرة عليكم لحد ما كل الحاجات دي تتغسل وتنشف. يعني طبعا انا كنت بغسل مرة كذا دورة مع بعض. كنت شغالة صبح وليل صبح وليل لحد ما الحمد لله نشرت كل ده وكمان نشف. وكمان طبعا السجادة اللي انا هعملها معاكم دي، السجادة دي تقيلة، هي صغيرة بس تقيلة، فقعدت لها كذا يوم كده عقبال ما نشفت. فانا ما كنت مأخرة بقى الفيديو لحد بقى قلت عشان ايه، يعني افرش كله مع بعضه، ما يبقاش ايه جزء لسه على مثلا بينشف مبلول ولسه جزء تاني ناشف، فهفرش شوية وجزء تاني هفرش شوية تاني. لا، قلت عشان يبقى فيديو الفرش كله كامل كامل في فيديو واحد عشان انجز لكم فيه. النهارده بقى اخيرا اخيرا النهارده هفرش بقى كله مع بعض. هبتدي كده، اول حاجه هعملها وهي الانتريه، الكساوي بتاعت الانتريه هعملها كلها. انا عندي الانتريه الاولاني اللي هو يعني مش الكسوه، الانتريه اللي هو اللون الاصلي بتاع الانتريه لونه اخضر زي ما انتم شايفين كده. طبعا بمرور السنين يعني هبت واللي هو مش عايز يتنجد، هو عايز يترمي. فانا قلت بقى ايه، لحد ما ان شاء الله باذن الله اجيب واحد غيره او انجده او اشوف له حل، هعمل له كسوه كده مؤقته. يعني ايه، تخبي كل العيوب اللي فيه دي، يعني كل العيوب اللي فيه دي نخبيها مع بعض بالكسوه دي. وفي نفس الوقت طبعا الكسوه دي بقى لها كذا سنه عندي، ما شاء الله جميله جدا وتقيله، ويعني اللي هو ايه بغسلها على طول على طول في الغساله، وما شاء الله عليها، لا يعني ما وبرتش ولا غيرت لون ولا حاجه. بتبقى لونها، يعني انا عايزه اقول لكم انه بيبقى لون الانتريه جميل جميل. اول ما بيتغسل بيبقى تحس ان هو منور كده، رغم ان هو اصلا لونه غامق، بس هو سبحان الله بيبقى لونه جميل جميل اول ما بيتغسل. هنا بقى هبتدي ان انا ايه، فرشت خلاص الانتريه، وهبتدي بقى الايه دي بقى الخداديات بتاعته هحطها بقى، والكوشن والحاجات اللي احنا بنقعد عليها كل ده هعمله معاكم. بعد كده بقى الجزء اللي هو التاني هيبقى ان شاء الله الستاير. زي ما في الفيديو الاولاني، الفيديو اللي قبل ده على طول، يعني كان اول الفيديو علقت معاكم الستاير، لا شلت معاكم الستاير. المره دي بقى هعلق معاكم الستاير. خلاص اخيرا عايزه اقول لكم ان في طاقه ايجابيه جامده جدا في الفيديو. هو اصلا اي فيديو فرش بيبقى فيه طاقه ايجابيه حلوه جدا. مش قادره اقول لكم كميه الطاقه بعد ما فرشت بقى، مش قادره اقول لكم، حلوه جدا جدا جدا. نبدأ بقى هنا بقى زي ما انتم شايفين كده، خلصت اهو خلاص الايه كسوة الانتريه خلاص خلصتها. هبدأ بقى ان انا اعلق الستاير، وزي ما انتم شايفين كده ببتدي اعلق بقى اللي هو الدرابيه اللي انتم شايفينه دوت او السجع. هو شكله جميل جدا. طبعا انا كنت الاولاني كنت عاملاه اخضر، اتشال طبعا. ولما جبت بقى اللي هو الكسوة الجديدة دي، جبت بقى اللون ده عليها. هو لونه بتنجاني كده، موف غامق قوي بس لونه جميل. السجع دوت انا مش بغسله في الغسالة للناس بقى اللي هي ايه اول مرة تدخل. انا مش بغسله في الغسالة خالص، زي ما انتم شايفين كده. لو قربتوا الكاميرا هتلاقوا هتلاقوا ايه، ان هو كله خرز، فما ينفعش خالص خالص يتغسل في الغسالة. بغسله بقى انا ازاي، بحطه في البانيو كده واحط عليه شوية مسحوق، وابتدي ان انا يعني ايه انزل بقى المية كده عليه. هو عارفين زي ما يكون كله، عارفين اللي هو الخرز اللي هو متشبك في بعضه. فهو ايه يعني، هو طبعا مش مبقع، هو ما بيبقعش لانه كله خرز متكتل في بعضه، فاهمين؟
متربط في بعضه، فيدوبك اللي هو ايه الترابه او الغباره اللي هي بتبقى عليه انا بنزلها بشويه المسحوق وخلاص على كده. يعني ببتدي انزلها كده ايه تحت الحنفيه، يعني الموضوع بيبقى سهل. وببتدي بقى ان انا اصفيها خالص، وبعد كده انشرها بقى. ما بتاخدش 3 دقايق، لان طبعا هو عباره عن خرز، يعني مش قماش وكده، لا هو خرز متربط في بعضه. بعد كده بقى انا هبتدي هنا زي ما انتم شايفين كده بعمل ايه بقى، بركب بقى الكبش بتاعه الستاير. طبعا هتقولوا لي طب انت ليه مش عامله الستاير اللي هي السريعه دي؟ عايزه اقول لكم الستاير اللي انا عاملاها دي كانت قديمه، يعني هي داخله مثلا هقول في 7 8 سنين مثلا، 7 8 سنين مثلا، 7 8 8 9 سنين كمان. فهي داخله في، انا ما غيرتهاش خالص، برضو انا مأجله كل ده ليه ان شاء الله باذن الله لما اجي اجدد الانتريه باذن الله. فانا بالنسبه لي عشان كمان خدوا بالكم كمان، انا لو حبيت ان انا اجدد الستاير انا مش نافع ان انا اجيب اي لون تاني غير اللون اللي انتوا شايفينه ده. ودي حاجه بقى كمان من الغلطات اللي انا اتعلمتها، ان شاء الله لما الواحد يجيب او يعمل حاجه دايما يجيب اللون اللي هو المحايد، الالوانات المحايده. خليكم في الالوانات المحايده، لون الانترهات الالوانات المحايده، السفره لونها محايد، حتى العفش نفسه الخشب لونه محايد، بحيث ان هو ما يقيدكيش لا بستاره لون معين، ولا بسجاده لون معين، ولا بفرش بلون معين. انا لما جيت عملت مثلا اوضه الاطفال وجددتها، حبيت ان انا يبقى الحاجه الالوان اللي حواليا كلها الوان محايده، الرمادي ابيض، كلها الوانات محايده. الرمادي بيليق عليه اي لون، حبيت احط اي كوشن اي لون في الحياه بيليق، اي كوشن اي لون العفش نفسه لونه ابيض، الحيطان لون محايد. فدي حاجه من اللي انا اتعلمتها وانا يعني في خطوات التجديد بتاعه الشقه، حاجه اتعلمتها وهي ان انا لما اجي اعمل عفش او اجي مثلا اجدد او اجي اعمل اي حاجه او اجي اجدد الوان انتريه، لازم تبقى الالوان محايده، مش زي ما انتم شايفين كده الالوان انا محدده بلون سجاده معين، بلون ستاره معين زي ما انتم شايفين. معرفش ان انا مثلا اجدد ستاره، معرفش اجدد سجاده، لا ما بعرفش خالص، لان اللون اللي عندي مش هيليق عليه اي لون خالص خالص. هنا بقى خلاص الحمد لله علقنا الستاير وكمان فرشنا الانتريه. هنبتدي بقى انا هنا عشان احط طبعا المفرش برضو اللي انا كنت عاملاه على ترابيزه التلفزيون برضو اتغسل. هبتدي بقى هنا، طبعا انا ملمعه من المره اللي فاتت، بس زي ما انتم شايفين كده يعني ايه انا عندي الصاله الشباك فيها بعرض الايه، بعرض الحيطه كلها. فعايزه اقول لكم تراب، يعني لو انت لسه عامله او لسه يعني لو لسه منضفه، يعني بصوا بعدها بساعتين 3 تلاقي برضو ايه، يعني اللي عارفين اللي هو الغباره الخفيفه دي. فانا لازم المع قبل ما احط المفارش. اي نعم انا لسه عامله من يومين، بس برضو لازم المع تاني. هنا بقى هبتدي ان انا حاطط بقى المفرش اللي انتوا شايفينه دوت. وطبعا المفرش غير شكل ترابيزه التلفزيون اللي هي عامله نفسها ترابيزه التلفزيون، لكن هي اصلا تسريحه. دي كانت تسريحتي القديمه يا بنات، وانا حاولت ان انا اعمل لها زي تجديد كده. فشلت المرايه وطلعتها بره، علشان هي اصلا لايقه على الخشب اللي بره، يعني هي لايقه على الخشب بتاع السفره، لايقه على الخشب او الوانات الخشب بتاعه الانتريه، فلايقه يعني اللي هو نفس الميه، فاهمين؟ فعشان اغير حتى الشكل وما يبقاش شكلها تسريحه، حطيت المفرش ده، فشكلها يعني عايزه اقول لكم اتغير تماما. الناس اللي ما تعرفش او اي حد بيدخل عندي ما بيفتكرش انها تسريحه، يعني بيفتكر ان هي فعلا ترابيزه تلفزيون. هنا بقى هبتدي ان انا يعني المع التلفزيون بس من ظهره. انا مش حابه خالص ان انا اجي جنب الشاشه، خصوصا ان الفوطه اللي معايا هي منديه، بس انا مش حابه ان انا يعني اجيب اي نقطه ميه خالص ناحيه الشاشه خالص. فبحاول ان انا انضفها وهو يعني بفوطه ناشفه. وبالنسبه للفوطه المبلوله بعمل بقى بيها الظهر الايه، الظهر بتاع التلفزيون. نيجي بقى هنا اخر حاجه، طبعا انا عامله معاكم ومزعفه المره اللي فاتت، وعامله معاكم كل حاجه المره اللي فاتت، غاسله كل حاجه. حتى لو هتلاحظوا الارض نفسها كمان نظيفه، لان انا كنت كنسه ومسحه المره اللي فاتت، بس لا يمكن ان انا هفرش اي حاجه برضو على الارض غير برضو لما اكنس وامسح، برضو ده لازم، ده شيء اساسي.
بصوا بقى حتى هتلاقوا السيراميك نضيف جدا، فبس انا برضو لازم اكنس ولازم امسح. بصوا بقى هنا شكل الانتريه بعد ما اتفرش، عايزه اقول لكم بصوا طاقه ايجابيه مش قادره اقول لكم. الحمد لله انا كمان يعني من المرات القليله جدا جدا اللي بفرش وبوضب. طبعا انتوا عارفين يعني بالنهار، طبعا انتوا عارفين انا بحب افرش بالليل، بس النهارده لقيت الجو مش حر، لقيت الدنيا حلوه ما شاء الله، فقلت ايه الواحد يشتغل كده على مهله. هنا بقى انا عايزه احط الارض ريحه حلوه كده، فبالنسبه لي هو معطر فريده، بس المعطر بقى اللي بيتحط في ميه المسح مش قادره اقول لكم خطير قد ايه، انا جايباه بريحه اللافندر. بصوا انا كل معطرات فريده سواء للمسح او للجو او لاي حاجه، فريده يعني شركه محترمه، شركه مصريه محترمه، واللون كمان بيثبت، يعني الريحه اللي انا بحطها بتثبت. انا جايباها هنا بريحه اللافندر، عايزه اقول لكم اي حد كان يدخل الشقه كان يشم الريحه دي، كانت حلوه قوي قوي قوي. يعني انا عايزه اقول لكم ان انا بعد ما وضبت خرجت رحت مشوار ورجعت لقيت ريحه الريسبشن كلها لافندر. فبصراحه ريحه وبتقعد كذا يوم، يعني ما بتقعدش لحد اليوم، لا بتقعد كذا يوم. فهي بصراحه جميله جميله وماركه حلوه. ولو اي حد في ميه يعني انا ممكن اجيب حاجات، انا كنت بجيب حاجات قبل كده لقيت ان هي ارخص لكن هي مش موفره، لان انا كنت بحط نص الازازه علشان تديني نفس التركيز بتاع العبوه بتاعت فريده. يعني عبوه فريده العبوه الصغيره دي بمقام مثلا 4-5 من الحاجات التانية الرخيصه، يبقى ملهاش توفير، يبقى كده هي ما فيهاش توفير. لكن انا عندي العبوه دي يعني داخله في ايه، في 5-6 شهور مثلا. عايزه اقول لكم بتقعد معايا فتره كبيره جدا جدا جدا، لان انا طبعا مش كل ما بمسح بعملها، لا انا بمسح يعني انا بحطها في الوقت اللي هو بفرش فيه مثلا، بفرش الاوضه كده، لكن مش مثلا عمال على بطال لا. يعني مثلا المره اللي فاتت انا لما جيت مسحت بيها ما مسحتش بالمعطر فريده، لا انا كنت بمسح بنضف. لكن انا بقى لما المره دي فرشت قمت عامله بقى بالمعطر، فلا عشان كده الريحه معاكي تثبت اكتر وتبقى احلى اكتر. هنا بقى خلاص كنت خلصت، بصوا مش قادره اقول لكم كميه طاقه بقى ايجابيه. حطيت كمان ترابيزه الانتريه والمفرش بصوا يعني، وحطيت بقى السجاده الصغيره اللي انا بقول لكم عليها دي. انا عندي في الصيف ما بفرش خالص سجاجيد كتير يعني كبيره، لاني انا عندي الريسبشن بيبقى عايزه اقول لكم بيطلع صهد مش قادره اقول لكم، السيراميك نفسه بيبقى سخن مولع. فانا مش بحبش ان انا احط السجاد خالص خالص عندي في الشقه كلها، مش في الريسبشن بس. طب ما تجيبي بديل سجاد برضو، قلت لكم ان انا الالوان انا محدده بالوان، وانا مش حابه الالوانات اللي هي بتاعه الانتريه. فممكن قدام شويه ممكن ايه يعني اجيب بديل سجاد يبقى مثلا لون محايد، يعني انا ممكن اجيب مثلا لون ذهبي، على سن اللون الذهبي في ابيض زي بتاع اوضه النوم ده مثلا ايه محايد. انا كنت حابه ان اجيب لون محايد فاهمين، ولون فاتح عشان يفتح لي لون الانتريه، لان انا عنده زي ما انتم شايفين كده لون الانتريه عندي غامق جدا. هاجي بقى هنا انا بقالي فتره كبيره كبيره ما عطرتش، فقلت بقى النهارده هعطر بما ان انا بنظف الصبح وبفرش الصبح، لان انا بقالي فتره كبيره فعلا لما باجي انظف او اعمل اي حاجه في الشقه بعملها بالليل، بحس ان انا عشان الجو حر وكده بيبتدي يطري على بالليل، فبحس ان انا بعرف اشتغل اكتر في الشقه بالليل. فلما بشتغل بالليل وبفرش كل اللي بعمله ممكن ان انا اعطر بمعطر فريده مثلا، اي معطر عندي وخلاص على كده، لكن ما بشغلش بخور بالليل. النهارده بقى ما صدقت ان انا خلصت الشقه او خلصت الريسبشن الصبح، فقلت بقى ايه اعطر وابخر كده. بقالي زمن ما بخرتش. البخور اللي انتوا شفتوه ده كنت جايباه من مرسى مطروح، كنت جايباه من معصره، بس مش فاكره معصره ايه بالظبط، يا فيرجينيا يا عجيبه مش فاكره بالظبط. كان الراجل ساعتها بيقول لي ان ده بخور ليبي. كل الحاجات اللي موجوده في المعاصر او كل الحاجات اللي موجوده في مرسى مطروح هتلاقوا اغلبيتها ليبي او سيوي. فبصراحه جميله يعني، مفيش حاجه بصراحه جبتها من مطروح على مدار السنتين اللي سافرتهم وحاجه مثلا واتغشيت فيها او اتسكت فيها، او حاجه مثلا طلعت مش اصليه او حاجه مش حلوه، لا بصراحه ما في حاجه جبتها غير وطلعت بيرفكت
10/10. ويعني من اول البخور للنعناع لاي حاجه بجيبها، زيوت، اي حاجه بجيبها من مطروح بصراحه كانت خطيره. واخرهم كان زي ما انتم شفتوا كده البخور. عايزه اقول لكم فضل ثابت بقى، رغم ان انا ما وزعتوش بقى على الشقه كلها، لكن فضل ريحته ثابته هو والمعطر اللي انا عملته في الارض. عايزه اقول لكم مدي بقى ميكس خطير خطير. بصوا بقى انا هنا هوت هبدا بقى معاكم. طبعا الفيديو لحد كده ما خلصش، يعني خلصت ترتيب الريسبشن وفرشه، لكن عندي بقى لحد دلوقتي متاخره جدا انا عارفه ان انا ما ركبتش المراوح. بصوا انا من الناس اللي طول الشتاء ما بحطش المروحه زي ما انتم شايفين كده، لان ما عنديش ليها مكان. انا بحب ان انا افكك المروحه خالص زي ما انتم شايفين كده، يعني بتتفكك لقطع، وببتدي ان انا اشيلها في اكياس تحت السرير، اكياس كبيره كده مغلفه بشيلها تحت السرير. اولا انا بحس ان هي بتطرب جامد جدا لما بشيلها طول ايام الشتاء. وتاني حاجه ما بحبش ان انا يعني تبقى عينيا يعني او مستوى نظري ان انا اشوف حاجه انا مش بستخدمها. فتركيبها وفكها وتشغيلها سهل جدا. بس اهم حاجه في الموضوع ده كله هي المسامير. المسامير اللي بتثبت القطع في قلب بعضها، هي بتبقى عبارة عن 3 أو 4 قطع مع بعض بيتثبتوا بالمسامير. لو ضاع منك مسمار يبقى ملهاش لازمة. لو انت عاملة حسابك ان انت من النوع اللي بتضيع المسامير او بتضيع الحاجات الصغيرة، خلاص خليكي بقى ايه يعني غطيها في الشتاء وخلاص. لكن انا بالنسبة لي الموضوع ما بياخدش معايا اكتر من 15 دقايق. غسلتها كويس جدا جدا طبعا قبل ما اركبها، وابتديت ان انا اركب القطع بتاعتها. مسامير بتتعشق في قلب بعضها، يعني القطع بتتعشق في قلب بعضها وبتتربط بالمسامير زي ما انتم شايفين كده. سهلة جدا، ما خدتش معايا 10 دقايق ربع ساعة، المروحتين سريع سريع. كل اللي خد معايا وقت هو ان انا غسلت القطع بتاعتها وسبتها تنشف خالص، علشان زي ما انتوا عارفين انا مش حابه ان نقطه ميه تيجي على الموتور او حاجه، او هي مثلا وهي بتدور نقطه ميه تيجي تبقى مثلا مبلوله ولا حاجه. فقلت بقى ايه، اغسلهم وانشفهم كويس جدا. سبتهم فتره كبيره لحد ما نشفوا خالص القطع بتاعتها، وبعد كده ابتديت ان انا اركبهم. سهله جدا. لو انت ما انتش عارفه تركبيهم هاتي فيديو من على اليوتيوب بيركبهم بسهوله جدا. انا بالنسبه لي بصوا قطع زي العمود ده عباره عن قطعتين او 3 بيتركبوا في قلب بعض بمسامير، بس بيتثبتوا بمسامير اهو زي ما انتم شايفين. ما شاء الله الله اكبر، خلاص اشتغلت. وكمان المروحه التانية كمان هعملها معاكم اهو دلوقتي اهو. بصوا جميله، بصوا بقى منظرها كده. خلاص كنت خلاص قفلت بقى الريسبشن، وكمان عملت المروحه التانية كمان. انا حاطه في الريسبشن 2، واحده للسفره وواحده للانتريه. بصوا اهي خلاص عملتها الاتنين فريش، ومن احسن واحلى ويعني اكتر يعني البراندات الحلوه اللي موجوده في السوق يعني ماركة مراوح حلوة هي فريش لا يعلى عليها. كنت جايبة قبل كده 2 باظوا واتكسروا وما قعدوش معايا سنتين. فريش يعني بصراحة ما شاء الله اللهم بارك، جميلة 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 جميلة. بصوا ده هنا خلاص دي جولة بقى في الانتريه بعد ما اتفرش. يا رب يكون عجبكم، والسلام عليكم.